كاينين الناس تبدلت حياتهم في ليلة، ولكن قبل ما يوقع داك التغيير كانوا لحظات اللي ما شافهم حتى واحد، معارك غير هما وراسهم، بدون جمهور، بدون تصفيق، بدون تشجيع. معركة اللي كانت بين العقل ديالهم وأحلامهم، بين أوجاعهم وتحدياتهم. معركة اللي ما كانش من السهل باش تسالي، بل ما كانش من السهل باش يخرجوا منها رابحين. اليوم البودكاست غادي يكون على شاب مغربي اللي قدر يشق طريقه بسنانه وما عمره ما استسلم. شاب اللي قدر يخرج من دروج الزنقة لمدير شركة تبارك الرحمن. البودكاست ديال اليوم شيق وفيه بزاف ديال الرسائل. مرحبا بكم. بالنسبة للناس اللي أول مرة تدخل قناتي، أنا اسمي روعة. مرحبا بكم في بودكاست صوت روعة، قناة خاصة بقصص نجاحات ملهمة، أفكار، نصائح عملية وديزاستوس اللي غتخليك تطور من حياتك. ما تنساش اللايك وسبسكرايب باش يوصلك كل جديد. ونبداو على بركة الله. القصة ديال اليوم قصة مغربية محضة، أنا متأكدة غتوصل لأعماق القلب ديالك. قصة شاب بدا من الزيرو، من والو. شاب اللي كيف كنقولوا الحياة غدا ضده وسدات في وجهه كاع البيبان، ولكن هو بالإصرار ديالو بالعزيمة ديالو تمكن منها وقدر يحل باب خاص ديالو. كيف كيقول المثل الفرنسي الشهير: tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir. أي مادام هناك حياة هناك أمل، غير الواحد يتحرك. غنعطيه اسم من عندي باش ما نبينش شكون. نسميو هاد الشاب إلياس. إلياس ولد حي شعبي، هو أصله من كازابلانكا. عاش حياة بسيطة جدا، ولكن كانت مليئة بتحديات كبيرة وقاسية. إلياس ما كان عنده اللي يدعمه لا ماديا لا معنويا، ولكن ديما كان كيقول مع راسو: أنا ما غاديش نموت وأنا إنسان عادي. لا، كان ديما باغي يخلي البصمة ديالو في الحياة، باغي يخلي شي حاجة يذكروه بها الناس. حتى جا النهار اللي مات فيه باباه. كان هو داك الحدث اللي خربق له حياته. كان هو داك ليليمون بيرتورباتور في ليستوار ديالو، اول شراره في ليستوار ديالو. إلياس من بعد الاب ديالو كان هو الراجل الوحيد في دارهم. بيان سور ملي كنقولوا الراجل ديال الدار عند المغاربه او الثقافه المغربيه الحره، كنقولوا مسؤوليه. إلياس كان عنده من ديما ميول لشي حاجه سميتها البيع والشراء، ماركتينغ. ابخي الموت باباه وبحكم ولات على العاتق ديالو المسؤوليه ديال باقي افراد الاسره، هادشي خلاه يزيد من الدافع ديالو ومن الحماس ديالو ومن الاصرار ديالو باش يخرج من لا زون دو كونفور ديالو ويتحرك. صافي جا الوقت باش يتحرك. بدا كيقلب وكيقرا على الماركتينغ بالعربيه بالانجليزيه، وبدا كيعلم راسو لوطو فورماسيون. هنا غنفتح واحد القوسين.
اي واحد كيسمع ليا بغيتك دير في بالك انه ما كاين ما احسن من لوطو فورماسيون. التعلم الذاتي سورتو دابا مع الوقت الحالي، لانفورماسيون بارتو، اي حاجه بغيتيها موجوده، غير تحرك. ما غنكرزيش بزاف، نرجعوا للموضوع ديالنا. دونك بدا كيقلب بالعربيه بالانجليزيه وبدا كيتعلم كيفاش يولي يبيع وكيفاش يقدر يقنع لو كليون وزيد. المهم بدا كيطبق داكشي اللي تعلم في واحد الدومين معين. بيان سور ما محتاجاش نذكر المجال باش ما نوضحش شكون، حيت المفاد ديال هذا البودكاست هو العبره ديال القصه. هذه اهم نقطه. دونك التفاصيل ما كيهموش اكثر من العبره اللي غتقدر تاخذ، اللي يقدر ياخذ هذاك، نقدر ناخذ انا، يا سي دو سويت. ما علينا. المهم سيدي إلياس قدر يحقق مبيعات ناجحين، والاهم انه كان قدر يتجاوز الوطن العربي وبدا كيتعامل مع زبناء من الدول الأوروبية، مع العلم أنه هو من المغرب، يعني عايش في المغرب، العيشة المغرب، وكيتخلص بالدولار وبالأورو. هذه النقطة جد مهمة. أول $100 حققها بدا كيجيه واحد الإحساس غريب، بداو كيتحلولو العينين، بدا كيشوف أنه الحلم ديالو يقدر يولي حقيقة. المهم كمل على داكشي اللي كان كيدير حتى النهار اللي ناض واحد من الزبناء ديالو دار عليه واحد الريفيو خايب، وهذا الشيء اثر عليه وما بقاوش كلاينتس كيتعاملوا معاه، وكثرت الانتقادات في الكومنتس، والناس بدات كتضحك بحكم الآخر قدر يخسر ويوسخ السمعة ديالو. ولكن بالرغم من هذا الشيء كامل، إلياس كانت المقاومة ديالو والصبر ديالو كانوا أقوى من هذا الشيء كامل، واعتبر هذه الطيحة فقط تدريب وأنها ماشي النهاية. زاد كيطور من راسه، لأنه كيف كنقول لكم ديما أهم استثمار ممكن يديره الشخص في حياته هو أنه يستثمر في ذاته، يطور ويزيد ينمي القدرات المعرفية ديالو. ما احتاجهمش ديك الساعة، غادي يحتاجهم من بعد. المهم خدم وكابر وطاح وناض، وفي كل مرة كان كينوض أقوى من المرة اللي قبل، حتى النهار اللي قال ربي آمين وتفتحوا في بوجهه بيبان الرزق كيف كنقولوا. عيطات له شركة معروفة على المستوى العالمي ومن بين أكبر الشركات العالمية، دار معهم شراكة وعقد ديال لونغ دوري، يعني مدة أطول. وتما بدات الانطلاقة الصاروخية ديال إلياس. هادشي كيفرح ياك؟ بغيتك تحط راسك بلاصة إلياس وتحطي راسك بلاصة إلياس، حيت مادام إلياس قدر وصل، حتى انت قادر توصل. واعتبر القصة ديالو هي القصة ديالك. انت فقط سول راسك واش مستعد تبدا من الزيرو. واش عرفتي علاش؟ حيت الحاجة اللي أجمع عليها الناس واللي متفق عليها أنه النجاح كيبدا من فكرة، فقط فكرة. خاصك انت غير تآمن بديك الفكرة ديالك. هادشي علاش كنقول لك احسن انفستيسمون ممكن ديرو هو انك تانفستي في راسك. بدل الافكار ديالك، حرك ديك لا ماتيير غريز ديالك باش تقدر تولد لك افكار زوينه
وناجحة. وملي تلقى الفكرة المناسبة درسها مزيان، من بعد كيجي الدور ديال الإصرار، حيت بالإصرار ديالك وبالعزيمة ديالك غادي توصل. أما الفكرة بوحدها إلا بقات فقط حبر على ورق ما غتبدل في حياتك حتى حاجة. الإصرار ثم الإصرار ثم الإصرار. كانت هذه هي الحلقة ديال اليوم، حلقة خفيفة ظريفة، فقط الشوية ديال الموتيفاسيون للناس اللي محتاجين يسمعوا هذه الرسالة. كنت معكم روعة من بودكاست صوت روعة. إذا عجبكم البودكاست ما تنسوش تخليوا لي كومنت، عطوني ملاحظات ديالكم، وما تنسوش تدعموني باللايك وتابوناو باش كومسا يوصلكم الجديد. واهم حاجه ما تنسوش تصيفطوا هاد الهضره لاي واحد في حياتكم كتحسوا به محتاج يسمعها. الى اللقاء، الى الحلقه المقبله ان شاء الله.